السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هيام من مطبخ أكلات أم البنات. النهاردة هنعمل مع بعض محشي ورق عنب. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات كلها من البيت وبدون تعقيد وبدون أي إضافات كتير. بينا نشوف المكونات والطريقة مع بعض. معايا ربع كيلو من ورق العنب، ومعايا حزمتين خضرة شبت وكزبرة، ومعايا بصلتين وسط، ومعايا 3 كوبايات رز، ومعايا كيلو طماطم ضرباه في الخلاط، والتوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وكمون وشطه اختياري ومكعبين مرق. بينا نشوف الطريقه مع بعض. معايا حله على النار حطيت فيها زيت يسخن وهنزل فيه بالبصل. هنا الزيت بتاعي سخن، هننزل بالبصلتين بتاعتنا، بصلتين متوسطين شوحهم كده، احط لهم رشه ملح عشان تدبل بسرعه. وده شكل البصله بتاعتنا ولونها اللي انا عايزاه. لونها كده افتح من البصله بتاعت رز السمك، شايفينها اهي، افتح لسه من لون البصله بتاعت رز السمك. دلوقتي هضيف مكعبين مرقه عشان يفكوا، وهحط شويه صغيرين من الخضره بتاعتنا اللي هي الشبت والكزبره. دي بتدي ريحه حلوه قوي للمحشي. انا بحط الخضره كلها، بحط بس جزء كده صغير يدبل مع البصلايه ويديني ريحه وطعم حلو كده. ده شكلها بعد ما شوحتها معاها وابتدت تدبل. بجد جربوا الطريقه دي، ان انتوا تحطوا شويه بس صغيرين كده مع البصلايه بعد ما تتحمر، هتفرق في طعم المحشي معاكم جدا. ودلوقتي بينا ننزل بالطماطم بتاعتنا. بسم الله. بعد ما حطيت الطماطم هحط لها رشه سكر ورشه ملح، ودلوقتي هسيبها على نار عاليه لحد ما تغلي، واول ما تغلي هوطي عليها واسيبها تتسبك براحتها. وده شكل الطماطم بتاعتنا وهي بتغلي، هنقلها على عين اصغر واوطي عليها واسيبها تتسبك براحتها. وده شكل التسبيكه بتاعتنا اهي، خلاص اتسبكت ونطرت الزيت اللي فيها على الوش كده. هي دلوقتي جاهزه ان نحط لها باقي التوابل بتاعتنا والرز. نحط التوابل بتاعتنا، فلفل اسود، كمون، ورشه شطه اختياري، ونظبط الملح. وبعد ما حطيت التوابل بتاعتي للصلصه بينا ننزل بالرز بتاعنا. انا معايا 3 كوبايات رز مغسول، رز مصري عادي غسلاه كويس جدا. الرز ما بيتغسلش قبل المحشي بفتره، الرز بيتغسل اول ما التسبيكه تجهز. بغسل الرز وبنزله على طول. ما تغسليش الرز وتخليه، علشان لو غسلتيه وخليتيه هيبتدي يبوش معاكي ويتكسر ويعجن جوه المحشي. بعد ما ضفت الرز بتاعي هنا على الصلصه هسيبه يتشوح شويه ويشرب من طعم الصلصه، وبعد كده نضيف له الخضره مع بعض. وبعد ما شوحت الرز بتاعي كويس واتاكدت ان هو اتغلف كويس بالصلصه وبالزيت تمام، نشف من اي ميه زياده فيه. بالطريقه دي كده هطفي عليه وهبتدي اضيف باقي الخضره. احنا بنضيف باقي الخضره بعد ما بنطفي على الرز خالص من على النار. الطريقه دي كده عشان تفضل الخضره خضره كده بورقتها ومصحصحه وما تبقاش دبلانه وسط المحشي. بينا نسلق الورق العنب بتاعنا. معايا ميه على النار حاطه فيها رشه ملح ورشه كمون وسبتها تغلي. وبعد ما غليت هجيب الورق العنب بتاعي، انا بشتريه كده مربى، بسقطه كده في الميه بالطريقه دي، وبستنى عليه بس ثواني، مسافه ما حطيته ثواني بس. هبتدي اقلب. اول واحده انا حطيتها اهي، بصوا بسرعه غير اللون بتاعه. الورق العنب ما بيقعدش كتير على النار عشان بس ما يتهريش وتعرفي تلفيه منك. مسافه ما الورق العنب يغير اللون بتاعه كده بنبتدي نشيله اهو كده. اتاكد بس ان الورق العنب كله وصل له الميه كويس ولونه اتغير. برفعه كده من على النار، وببقى مجهزه هنا معايا بوله فيها ميه من الحنفيه او تحت الميه الجاريه، وببتدي احطه في الميه كده علشان بس يهدى من السخونيه بتاعته وما يفضلش يستوي والورق العنب معايا يتهري. بسيبه كده بس دقيقه ولا حاجه لحد ما يبرد خالص. وبعد ما الورق العنب بتاعي برد ببتدي كده اسقطه كده مره واتنين وتلاته عشان اتاكد ان هو برد كويس، وان اي ترابه ناعمه فيه نزلت في الميه ومبقاش فيه اي حاجه. عشان كده بجيبه مربط عشان يبقى سهل عليا ان انا اعمل الحركه دي. نعملها مع بعض تاني اهو، تبقى مربوطه كده. ابتدي اسقط كده، منها تبرد ومنها تنزل اي ترابه ناعمه فيها، واتاكد ان ورق العنب بتاعي كله نضيف وزي الفل بالطريقه دي كده، واسيبه يتصفى. وده كده شكل الورق العنب بتاعي بعد ما سلقته ونزلته في ميه بارده، هديت منه السخونه بتاعته وصفيته.
وشلت منه الربطة بتاعته كده، هو جاهز على الحشو. بينا نكمل الوصفة بتاعتنا. ودلوقتي بينا نحشي الورق العنب مع بعض. بجيب الورقة كده، بقطع العنقود بتاعها ده بالطريقة دي، وافردها على ايدي. الناحية الخشنة هي اللي بتبقى جوه، وبنحط عليها الرز. باخد حبة من الرز بالطريقة دي كده، وابتدي اقفل والجناب، وابتدي اقفل كويس جدا. وانا بقفل اضغط كويس عشان ايه؟ الصباع بتاعي ما يتفتحش. ده بيبقى شكله. نعمل واحد تاني مع بعض. برضو بجيب ورقة واقطع العرق بتاعها كده، العرق بتاعها من فوق، العنقود بتاعها او العرق بتاعها ايا كان، وابتدي احط الحشوة كده بالطريقة دي. ما تكتريش قوي وما تقلليش قوي، يعني حاجة تكون وسط كده على قد الورقة. واقفل قدام والجناب، وابتدي الف كويس جدا كده. وده شكل صباع المحشي بتاعنا. نعمل واحد تاني مع بعض. اهو بجيب الورقة كده، والناحية الخشنة هي اللي بنحط عليها الرز، الناحية الناعمة هي اللي بتفضل لبره كده. ابتدي احط الخلطة بتاعتي واقفل من هنا من فوق. بعد كده اجيب الجنبين وابتدي اقفل الصباع بتاعي، واحاول اخلي الصباع بتاعي كده ايه، مقفول كويس، وضغط عليه كويس عشان بس ايه الرز بتاعه ما يخرجش. بالطريقة دي هكمل باقي الكمية ونرجع نكمل مع بعض. وبعد ما خلصت الورق العنب بتاعي كله، جبت العروق بتاعته اللي قطعتها منه، حطيتها في ارضيه الحله. دي بتدي طعم ومزازه حلو قوي للمحشي بتاعنا. ومش لازم ان انا احط خضار من تحت علشان ما يلزقش، هو مش هيلزق وهنبقى نشوفه مع بعض. وابتدي امسك صوابع الورق العنب والفها كده، وارص داير ما يدور الحله، واقفل كله كويس جنب بعضه علشان بس ايه يطلع كله شكل واحد وانا بقلبه بنفس الطريقه دي كده. ده كده شكل الحله بعد ما رصيت اول رف كده خالص، اول رصه كده غطيت الحله كلها، القعر كله بنفس الطريقه دي. اكمل باقي الحله ونرجع نكمل مع بعض. ده كده شكل الحله بتاعتي بعد ما رصيتها كلها كويس جدا. وراعي ان انا احطهم كويس جنب بعض عشان لما اجي اقلبها تتقلب كويس وما تفكش مني. شويه ونرجع نكمل مع بعض. بينا نسقي المحشي بتاعنا عشان نسويه. حطيت الحله على النار، عايزاها بس تسخن من تحت واسمع صوتها ان هي ابتدت تسخن. ومعايا شوربه سخنه بتغلي، سواء بقى شوربه لحمه شوربه فراخ. طب ما عنديش شوربه لحمه او شوربه فراخ، هجيب مكعبين مرقه واحطهم في اي حله، واحط عليهم كوبايتين ميه واقلبهم كويس ورشه فلفل اسود. بقت عندي شوربه جاهزه وبألف هنا وشفا. هنبتدي نسقي المحشي بتاعنا بالراحه خالص. بسم الله. سامعين صوته عشان الحله ابتدت تسخن، وكمان الشوربه معايا مغليه. ابتدي احرك الحله كده، هزها كده بالطريقه دي كده عشان اشوف بس ايه، اخلي الشوربه توصل لاخر صف تحت في المحشي. بصوا ابتدت الشوربه تبان معايا، انا مش هزود كده شوربه تاني خلاص. هبتدي اجيب غطا او طبق واغطي بيه المحشي بتاعي عشان يكمل تسويه. هنشوفه ازاي مع بعض. انا جبت كده الطبق وحطيته في الحله وضغطت كده. بصوا خلاص كده المحشي بتاعي مش عايز شوربه تاني. بالطريقه دي كده ايه فايده الطبق؟ انه المحشي الشوربه بتاعته بتغلي بيه، الورق ما يبتديش يفك من بعضه ويخرج منه الرز. سواء بقى طبق ازاز طبق استانلس غطا حله صغير وحطيه واكبسيه عشان بس ما يفكش من بعضه. انا هغطيه واسيبه 10 دقايق على نار عاليه يغلي، وبعد كده هنشوفه مع بعض. خلاص كده المحشي بتاعي غلي وقعد 10 دقايق اهو على النار. هوطي عليه وانقله على عين اصغر شويه واسيبه لمده ساعه لحد ما يستوي تماما. والمحشي الورق العنب ما ينفعش ولا يبقى له طعم من غير سلطه زبادي. بينا نعمل سلطه زبادي حلوه ولذيذه وبمكونات كلها من البيت وبدون اي افتكاسات. معايا هنا خياره ونص مبشورين، انا بغسل الخيار وبقشره وببشره بالمبشره عادي. ومعايا 3 علب من الزبادي، هبتدي انزل كده بيهم على الخيار.
بعد ما فضيت الزبادي على الخيار هبتدي اقلبه كويس مع بعضه بالطريقه دي كده. هي كفايه خياره ونص، ما يبقاش الخيار كتير. والخيار انا ما بصفيهوش، انا ببشره وبسيبه زي ما هو وبنضيفه على الزبادي. نبتدي نحط رشه الملح بتاعتنا، ما نكترش ملح، رشه فلفل اسود صغيره تديله طعم حلو، ومعلقه خل. هقلب المكونات مع بعضها ونرجع نكمل تاني. وبعد ما قلبت المكونات مع بعضها اخر حاجه هضيفها هو فص ثوم واحد بس، ما تزوديش عن كده عشان طعم الثوم ما يبقاش قوي فيها ويبقى ما يعني طعمها مش حلو. هيبقى الثوم طاغي قوي على طعم الزبادي وهيبقى طعمها مش حلو. ولو ما بتحبيش الثوم الفريش يبقى باين فيها ممكن تحطي رشه ثوم باودر. وكده السلطه جاهزه معانا. انا عشان بحب الفلفل الاسود ظاهر فيها شويه فزودت شويه فلفل اسود تانيين بالطريقه دي كده. ودي كده السلطه جاهزه معانا وبألف هنا وشفا. والمحشي ما يحليش من غير صينيه جلاش. بينا نعمل صينيه جلاش باللحمه المفرومه. معايا هنا ربع كيلو لحمه مفرومه، ومعايا 4 بصلات وسط مقطعاهم، ومعايا لفه جلاش والسمنه. بينا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. معايا طاسه على النار هنا حطيت فيها السمنه وهنزل فيها بالبصل بتاعنا. هديله رشه ملح وفلفل اسود واسيبه يدبل شويه. وبعد ما شوحت البصل واخد معايا لون بالطريقه دي كده ننزل باللحمه بتاعتي. بسم الله. وبعد ما فكيت اللحمه كده من بعضها اديها رشه فلفل اسود، احط لها رشه ملح، اظبط الملح بتاعها. وبعد ما اللحمه بتاعتي استوت كويس جدا، شايفين الكميه بتاعتها زادت ازاي، الربع كيلو زاد ازاي بسبب ان احنا حطينا كميه بصل كتيره. هتزود معانا الكميه وفي نفس الوقت هتسكر اللحمه وتديها طعم حلو. دلوقتي هنزل بقرن فلفل الرومي، ممكن تحطي سبايسي عادي براحتك، وهديها تقليبه واسيبها دقيقتين واطفي عليها. وبينا نجهز صينيه الجلاش بتاعتنا. انا معايا هنا الصينيه بتاعه الفرن، هبتدي ادهنها سمنه كويس جدا كده. حابه تعملي في صينيه مربعه زي ما انا هعمل براحتك، حابه تعملي في صينيه مدوره برضو وتقصي الورق على قدها برضو براحتك. هدهن الصينيه ونرجع نكمل مع بعض. هبتدي كده اجيب ورقتين من الجلاش واحطهم في الصينيه زي ما حضراتكم شايفين، ادهنهم دهنه من السمنه بسيطه مش كتيره، لان اللحمه بتاعتنا بيبقى فيها سمنه وبيبقى فيها نسبه دهون، عشان بس ايه ما تطلعش معانا دسمه. نجيب ورقتين كمان عشان هنا في فراغ في الصينيه. هبتدي اعكس الورقه، احط هنا الورقه كده بالطريقه دي كده علشان ابقى ايه دريت الفراغ. ونرجع ندهن برضو دهنه من السمنه كده خفيفه الورق بتاعنا عشان بس ايه يطلع مورق بالطريقه دي كده. وهجيب ورقتين تانيين من الجلاش واروح حطاهم عكس الناحيه التانية بالطريقه دي كده كده اهو، عشان ابقى كل مره بداري اي فراغ او نقص من الورق، لان الورقه مش طويله واخده الصينيه كلها بالطريقه دي كده. هكمل باقي الصينيه ونرجع نكمل مع بعض. لو حصل وقابلنا ورق مقطع زي كده بنبتدي نحطه في النص تحت الحشوه، نبتدي نوزعه كده كويس ونفرده وما نرميش اي حاجه اهو بالطريقه دي كده. وبرده نديله دهنه كده بسيطه من السمنه وهيبقى معانا متداري في النص ومش باين خالص. وكده انا خلصت نص كميه الجلاش الورق كله. هنزل بالحشو بتاعي كده بسم الله، وهبتدي افرد الحشو بتاعي كويس وسط الورق. هكمله ونرجع نكمل مع بعض. ده شكل الصينيه بتاعتنا بعد فردنا الحشوه. في الوقت ده ممكن تحطي زيتون حلقات، تحطي جبنه موتزاريلا، تحطي ميكس جبن براحتك خالص، بس انا هكتفي النهارده باللحمه المفرومه مع قطع الفلفل الصغيره، وهكمل باقي الطبقات ونرجع نكمل مع بعض. وكده نبتدي نغطي الوش طبقه
نديها برضو دهنة خفيفة كده من السمنة. واجيب الطبقة التانية واحطها في الفراغ بتاع اللحمة اللي باين ده بالطريقة دي كده. بس اظبطها كويس كده، وبرضو اديها دهنة خفيفة من السمنة. هكمل باقي الطبقات ونرجع نكمل مع بعض. وده شكل الصينية بعد ما خلصتها كلها. نبتدي بقى نقطعها. بسم الله. نقطعها مربعات عادية خالص، التقطيعة العادية بتاعتنا كده. نقطعها كويس. نكمل تقطيع الصينية ونرجع نكمل مع بعض. وده شكل الصينية بعد ما قطعتها، اخدتها بالطول وبالعرض، قطعتها مربعات كده. وبرضو ندهن الوش بشوية سمنة عشان يطلع معانا متحمر ولونه ذهبي وجميل. نقط كده سمنة خفيفة كده على الوش من الفرشة بالطريقة دي كده. وده شكل صينية الجلاش بعد ما دهنا الوش سمنة. بينا ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 زي ما اتفقنا قبل كده. ما عنديش درجة حرارة، بخلي النار اعلى من المتوسط بشوية. انا دخلت الجلاش الفرن من غير اي تشريبه ليه. دلوقتي هنعمل التشريبه بتاعته على ما هو يقعد في الفرن 5 دقايق. انا بحب ادخله كده يتشمع شويه، وبعد كده نضيف له البيض واللبن بتوعه. معايا هنا بيضايه، احط لها رشه فلفل اسود ورشه ملح ونص كوبايه لبن. هضربهم كويس مع بعض ونرجع نشوف. ودي شكل الجلاش بعد ما اتشمع. بينا نسقيه التشريبه بتاعته. ده كده الجلاش بتاعي بعد ما سقيت البيض باللبن بتاعه. هضغط بس عليه كده عشان اي جلاش كان هايش من الفرن يهدى ويوصل له كل التشريبه بتاعته. وده شكل الصينيه بتاعتي، وهدخلها الفرن تكمل التسويه بتاعتها. وده كده شكل اطباقنا النهارده. ادي الورق العنب والجلاش وسلطه الزبادي. ده شكل اكلنا. واشوفكم في حلقه جديده ووصفه جديده. مع السلامه.